بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم اليوم في موضوع مهم جدا، وهي جنحة الضرب في القانون المصري. أول حاجة هتكلم عنها أسباب البراءة في جنحة الضرب في القانون المصري. وزي طبعا ما بنتكلم لابد إن يتحدث يكون فاهم القانون كويس جدا. فهتكلم اليوم عن أسباب البراءة في جنحة الضرب في القانون المصري. أول حاجة من أسباب البراءة في جنحة الضرب في القانون المصري: إذا جاء التقرير الطبي، أو في حالة أثبت التقرير الطبي عدم وجود إصابات في جسد المجني عليه. يعني إيه؟ يبقى أول نقطة من أسباب البراءة في جنحة الضرب في القانون المصري: إذا جاء التقرير الطبي وأثبت عدم وجود إصابات في جسد المجني عليه. يعني لو التقرير الطبي قال إن المجني عليه مفيش فيه الإصابات دي، أو ما أحدثتش فيه هذه الإصابات. دي أول نقطة. تاني نقطة: إذا كان التقرير الطبي، إذا خلا التقرير الطبي أو جاء التقرير الطبي بكلام لا يتوافق مع أقوال الضحية اللي هو المجني عليه. يعني إيه؟ لو جاء التقرير الطبي الكلام اللي مكتوب فيه، اللي الطبيب كتبه في التقرير الطبي، الكلام بتاع التقرير الطبي لا يتوافق مع أقوال المجني عليه، يعني متناقض. التقرير بيقول كلام وأقوال المجني عليه بتقول كلام. يبقى ده تاني سبب من أسباب البراءة في جنحة الضرب في القانون المصري. يبقى تاني سبب من أسباب البراءة في جنحة الضرب في القانون المصري: إذا جاء التقرير الطبي بكلام لا يتوافق مع أقوال الضحية اللي هو المجني عليه. يعني لو الطبيب قال في التقرير الطبي كلام لا يتوافق مع أقوال المجني عليه. تالت حاجة أو تالت سبب من أسباب البراءة في جنحة الضرب في القانون المصري: إذا قال الضحية في المحضر، إنه ضرب بواسطة أكثر من شخص. يعني المجني عليه لو قال في محضر الشرطة إنه ضرب بواسطة أكثر من شخص، وأثبت التقرير الطبي خلاف ذلك، لا أثبت التقرير الطبي أو أثبت الطبيب اللي هو عامل التقرير الطبي قال إن الإصابة واحدة، يبقى هنا ده الثالث سبب من أسباب البراءة في جنحة الضرب في القانون المصري: لو جاء تقرير الطبيب في التقرير الطبي بكلام أو المجني عليه قال إنه ضرب بواسطة أكثر من شخص، والتقرير الطبي اللي الطبيب عمله قال إن الإصابة واحدة، مما يؤدي إلى تناقض قول المجني عليه إنه ضرب بواسطة أكثر من شخص، والتقرير الطبي قال إن هو ضرب بواسطة شخص واحد والإصابة واحدة. فهنا يؤدي إلى تناقض أقوال المجني عليه وتناقض التقرير الطبي، مما يؤدي إلى البراءة في جنحة الضرب في القانون المصري. طيب، رابع نقطة أتكلم عنها في أسباب البراءة في جنحة الضرب في القانون المصري: لو كان التقرير الطبي، أو إذا كان التقرير الطبي لا يتوفر فيه النقاط اللي أنا هذكرها. لو التقرير الطبي ما كانش فيه موجود توقيع الطبيب، ما يكونش ماضي عليه ممرض، لابد ان يكون ماضي على التقرير الطبي طبيب بشري. تاني حاجة اثبات التاريخ. تالت حاجة تاريخ الإصابة. رابع حاجة بيان ما هو سبب الإصابة. لو التقرير الطبي خلا من 4 نقاط اللي تحدثت أو تكلمت عنهم دول، يكون أيضا يؤدي إلى البراءة في جنحة الضرب في القانون المصري، بيكون سبب من أسباب البراءة في جنحة الضرب في القانون المصري، وهذه كلها ثغرات من الثغرات القانونية. طيب، إيه تاني من أسباب البراءة في جنحة الضرب في القانون المصري؟ قال لو في حالة الأعذار المخففة، في حالة الاستفزاز. يعني ايه استفزاز؟ مش مجرد استفزاز عادي، لا، ده مجرد استفزاز يؤدي فعلا الى الاستفزاز، او حالة تدهور او هدم الوحدة السكنية الخاصة بحضرتك، او هدم المنزل. في حالة التلبس بالزنا، دي كلها اعذار قانونية مخففة من اسباب البراءة في جنحة الضرب في القانون المصري. على سبيل المثال، دخل زوج فوجد زوجته متلبسة بالزنا فقام بالضرب او بالاعتداء على الشخص، ده عذر قانوني مخفف يؤدي الى البراءة في جنحة الضرب في القانون المصري. يبقى لو التقرير الطبي خلى من هذه البيانات او من هذه الاسباب
أصبح بلا قيمة ولا يستطيع القانون إثبات وقوع جنحة الضرب في القانون المصري. أيضا في نقطة مهمة جدا في حالة عدم التزامن في وقت وتاريخ المحضر اللي حرر في محضر الشرطة في اسم الشرطة، ووقت وتاريخ التقرير الطبي، يؤدي بلا شك إلى براءة المتهمين. إزاي؟ أقول لك إزاي. لو أن نفرض أن حدوث واقعة الضرب حدثت بتاريخ على سبيل المثال 20/4 الساعة 5 مساء، يعني واقعة الضرب حدثت يوم 20/4 الساعة 5 مساء، وجاء التقرير الطبي بيقول أو مكتوب في الوقت الساعة 2 ظهرا. يبقى هنا التقرير الطبي خرج أو اتعمل قبل ما واقعة الضرب تحدث. فهنا دي ثغرة قانونية تؤدي إلى البراءة في جنحة الضرب في القانون المصري. كل ما ذكرته هي أسباب البراءة في جنحة الضرب في القانون المصري. طيب نتكلم ببساطة شديدة عن إيه هي أصلا جنحة الضرب في القانون المصري. مفهوم جنحة الضرب في القانون المصري هي تعدي شخص على آخر بالضرب تعدي شخص على آخر بالضرب أو أحدث فيه جرحا. وهي تختلف أيضا عن السب والشتم. ليه؟ لأن وقعة الضرب هي اعتداء على الجسد، يبقى هي اعتداء شخص على آخر بالضرب مما يؤدي إلى إحداث جرحا أو ضربا شديدا في جسده. طيب تعد جنحة الضرب في القانون المصري من الجنح البسيطة مقارنة بغيرها، بس في شرط. إيه هو الشرط؟ تبعا لنوع الجريمة. لو أن الجريمة أو واقعة الضرب اللي حدثت تؤدي إلى أو تصل إلى مرض الضحية أقل من 20 يوم يبقى دي جنحة ضرب بسيطة. طب لو أن واقعة الضرب أدت إلى مرض الضحية وإعاقته أكثر من 20 يوما عن أداء مهامه الأساسية، هنا تصبح واقعة الضرب جنحة مشددة. وطبعا هنا بتكون عقوبتها شديدة وفقا لنص المادة 241 من قانون العقوبات. المادة 241 من قانون العقوبات بتقول إيه؟ بتقول إن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يوم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 2 سنين أو بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تزيد على 300 جنيه. طيب وقتها تكون عقوبة جنحة الضرب في القانون المصري شديدة. أول حاجة إذا وقعت أو جنحة الضرب مع سبق الإصرار والترصد. يعني لو أن واقعة الضرب حدثت وكان مفتعل هذه الواقعة هناك يعني عنده سبق إصرار وترصد، هنا بتكون عقوبة أو تكون جنحة الضرب هنا مشددة. تاني حاجة لو وقعت جريمة الضرب على أحد العاملين في وسائل النقل العام، يعني إصابة عمل، هنا أيضا بتكون واقعة الضرب أو عقوبة جنحة الضرب في القانون المصري مشددة. ثالث حاجة لو تمت جريمة الضرب أو واقعة الضرب بسلاح أو آلة حادة. الثلاث نقاط اللي أنا تحدثت عنهم دول تؤدي إلى أن تكون عقوبة جنحة الضرب في القانون المصري عقوبة مشددة. طيب أتكلم عن شروط النقطة الأخيرة هتكلم عنها، شروط ثبوت جنحة الضرب في القانون المصري. طبعا تشدد القانون المصري في أدلة إثبات الجرائم كافة كالتزوير والاختلاس وغيرها، ولكن تستطيع ثبوت جنحة الضرب في القانون المصري لابد أن تتوافر عدة شروط. إيه هي؟ أول حاجة من الشروط دي إثبات جنحة الضرب اللي هي جريمة واقعة الضرب في محضر رسمي في اسم الشرطة. يبقى أول حاجة من الشروط ثبوت جنحة الضرب في القانون المصري إثبات جنحة الضرب اللي هي جريمة الضرب في قسم الشرطة اللي الواقعة تبع ليه. طيب تاني حاجة شهادة إثبات أمين الشرطة أو الضابط ممن قام بتحرير المحضر
وشاهد آثار التعدي أو تعدي بالضرب على الشخص. يبقى تاني حاجة من شروط ثبوت جنحة الضرب في القانون المصري شهادة إثبات قانون أمين الشرطة أو الضابط ممن حرروا المحضر وشاهدوا آثار التعدي بالضرب على الشخص. ثالث حاجة إن يكون التقرير الطبي بعد حدوث واقعة الضرب، يعني حدثت واقعة الضرب، يبقى التقرير الطبي في بعد حدوث واقعة الضرب ما يتعداش عليه أكثر من 12 ساعة. يعني لو أن واقعة الضرب حدثت الساعة 5 مساء، يبقى هنا التقرير الطبي لابد إن هو يكون بعد واقعة الضرب في خلال 12 ساعة يكون التقرير الطبي معمول. رابع حاجة من شروط ثبوت جنحة الضرب في القانون المصري إن تطابق التقرير الطبي مع المحضر من حيث آثار الإساءة الضرب والأداة المستخدمة فيه لتوافق الأدلة أمام القانون. يعني إيه؟ يعني التقرير الطبي يكون معمول أو مكتوب فيه ما يتوافق مع المحضر. يبقى ديت رابع شرط من شروط ثبوت جنحة الضرب في القانون المصري، ان تطابق التقرير الطبي مع المحضر اللي معمول اللي الشخص عمله في محضر الشرطة. يبقى هنا يكون التقرير الطبي مطابق للمحضر اللي اتعمل في قسم الشرطة اللي اتابع ليه او اللي الواقعة حدثت بجانبه. وهنا يبقى كنت تحدثت عن أسباب البراءة في جنحة الضرب في القانون المصري، ووضحت توضيح بسيط ما هو مفهوم جنحة الضرب في القانون المصري، وتكلمت أيضا متى تكون عقوبة جنحة الضرب في القانون المصري عقوبة مشددة، وتكلمت أخيرا عن شروط ثبوت جنحة الضرب في القانون المصري. وده كان موضوع مهم جدا لأنه يتكرر ويحدث كثيرا وقضاياه تتعدد. فأتمنى أن يكون الجميع استفاد من أسباب براءة جنحة الضرب في القانون المصري، وتحدثت أيضا عن المفهوم، وإن شاء الله نكمل بعد ذلك. وشكرا لحضراتكم جميعا.